تعالوا اقول لكم على اسباب التاخر اللغوي بعد الولاده. يعني الطفل اتولد واوريدي بقى فيه طفل، عايزين نعرف او ايه الحاجات اللي ممكن تخلي طفل يبقى عنده تاخر لغوي او يتاخر في النطق او الكلام. اول حاجه الاعاقات الحسيه زي الاعاقه البصريه او الاعاقه السمعيه او الاعاقات بشكل عام اللي بتصل الى الاعاقه العقليه والاعاقات الحركيه. يبقى المشاكل العقليه او الاعاقات العقليه والاعاقات الحسيه سواء الاعاقه البصريه او الاعاقه السمعيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه المتلازمات او المشاكل الجينيه، ودي برضو بتشمل او بتبقى تحت طائله الاعاقات العقليه، ولكن خلينا نقولها لوحدها، زي متلازمه داون، متلازمه فيرجل اكس، متلازمات كتيره جدا جدا جدا. ممكن نبقى يعني نقولهم بشكل سريع، هم موجودين عندي على قناه اليوتيوب. برضو الحوادث او المشاكل اللي ممكن تحصل للطفل تاثر على العقل او بتاثر على اعضاء النطق بتاعته. طبعا المشاكل او التشوهات اللي بتحصل او بتبقى موجوده في اعضاء النطق زي الشفايف، زي الاسنان، زي الفكين، زي سقف الحنك، زي بشكل عام اللسان، الربط او خلافه. كمان مشاكل في الجهاز التنفسي ممكن تسبب الطفل انه يتاخر في اللغه وخلافه. مش بس كده، قد يصل الموضوع بعد كده للمشاكل البيئيه. يعني ايه؟ يعني الطفل نشأ في بيئه ما بتسمحلوش بتعلم اللغه. يعني اما نشأ في بيئه ما فيش فيها تفاعل والطفل بيقعد فترات طويله لوحده، او الطفل نشأ في بيئه فيها تلفزيون وتليفون زياده عن اللازم ومفيش فيها تفاعل او كلام. الطفل ما بيشوفش اطفال تانية، الطفل ما بيتفاعلش، الطفل ما بيقومش حوار مع اهله او مع ابوه او امه او مع اللي حواليه، فبالتالي الطفل اتاخر. طبعا في مشاكل اخرى زي المشاكل او الاضطرابات النمائيه زي التوحد وخلافه. الموضوع كبير، بس دي اهم الحاجات اللي ممكن تخلي طفل يبقى عنده تاخر لغوي بعد مرحله الولاده. وطبعا في اسباب ممكن تحصل اثناء الولاده واسباب قبل الولاده خالص واثناء الحمل. لو عايزينها ممكن تقولوا لي في التعليقات ونعملها فيديو ان شاء الله. سلام.